السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايف الحاجة اللي معاك دلوقتي؟ شايف البيت؟ شايف العربية؟ شايف الزوجة؟ شايف الأولاد؟ الحاجات دي كانت زمان دعوة أنت بتتمناها، لكن الحاجة أول ما أنت بتوصل لها بتفقد طعمها بسرعة. خليني أقول لك الحقيقة اللي محدش بيقولها لك. إحنا مش قنوعين علشان ما عندناش، إحنا مش قنوعين علشان من أول الأسباب إن أنت اتعودت على النعمة، إن أي حاجة بتتكرر قدام عينك أنت بتتعود عليها. يعني عربيتك، شغلك، موبايلك، كل ده كان حلم قبل كده وكنت بتدعي ربنا إن هو يجيلك وبقى عادي دلوقتي. المشكلة مش في إن النعمة قلت، المشكلة إن إحساسك بيها اختفى. تاني سبب الاستعجال. أنت عايز كل حاجة دلوقتي وفورا، مش عايز تستنى ولا تستمتع بالطريق. فأول ما بتوصل بتحس إن الموضوع عادي لأنك ما خدتش وقتك تحس بيه. الاستمتاع يا جماعة في الموضوع مش في ان انت توصل، في ان انت تقع وتقوم وتجاهد نفسك وتقف تاني وتكمل. هو ده اللي بيخلي الموضوع يبقى حلو. تالت سبب ان انت بتربط سعادتك بحاجة معينة. يعني لما اجيب عربية هبقى مبسوط، لما اجيب تليفون هبقى مرتاح، فتفضل طول الوقت مستني اللحظة ديت، ولو ما جاتش تفضل مش راضي، ولو جت بتدور على غيرها. رابع سبب نسيان الهدف الحقيقي. انت مش عايز الحاجة نفسها، انت مش عايز العربية، انت مش عايز التليفون، انت عايز احساس امتلاك العربية واحساس امتلاك التليفون. بس لما بتركز على الشكل بس بتضيع الاحساس، بتضيع الراحة اللي في قلبك. القناعة مش ان حياتك تبقى كاملة، القناعة انك تحس بقيمة اللي فيها. النعم ما بتقلش يا جماعة، احنا اللي بنبطل نحس بيها. وعشان كده الشكر مش كلمة، الشكر ده إحساس. لو كل حاجة بقت عادية في عينك مش معناها إنها قليلة، معناها إنك محتاج تبص لها من ناحية تانية. خد لحظة كده وفكر، الحاجات اللي أنت كنت بتتمناها زمان، الحاجات اللي معاك دلوقتي هي دي الحاجات اللي أنت كنت بتتمناها زمان وكنت بتدعي ربنا إن هي تجيلك. كانت زمان دعوة بتتمناها. خليك فاكر، المشكلة مش في اللي عندك، المشكلة في إحساسك بيه. أنت بتحس بيه إزاي؟ حس بالنعم واشكر ربنا عليها. السلام عليكم ورحمة الله.